مش انت عاوزه تطرديها من البيت؟ تعرفي هي قالت ليه؟ ها. والدتك قبالك مني، والضفر ما يطلعش من اللحم. غصب عنها، ما هي لازم تقول كده. ايوه يا ماما، بس في بنات تانية يقدروا يقولوا يا انا يمك. ها. وليه ما تكونش رخرة قالت لك كده؟ لا يا ماما، لا لا، حرام عليكي تظلميها. طبعا. أميرة لآخر لحظة محافظة على كرامتك وشعورك، بس انت مش راضية تعتبريها كأنها بنت من ولادك يا ماما. ايه دي لو بنتي كنت قطمت رقبتها. وانت برضه يهون عليكي تعملي كده لو هي بنت من بناتك. وهي بنتي برضه هتنقطني من الغيظ. أبدا يا ماما، ده بس الشيطان دخل بناتكم انتوا الاتنين علشان يهدم البيت وأبقى أنا الضحية. لا شيطان ولا حاجة، العدل عدل من يومه ولا عوج عوج من يومه. طب ممكن تفكريني بيوم قالت لي فيه كلمة جرحت شعورك؟ تقدر؟ ده انا كنت اقطع لسانها. طيب يا ماما الحمد لله، يعني هي لآخر لحظة محافظة على كرامتك. انت كنت عاوزة تركبني يا سي كمال ولا ايه؟ استغفر الله ما يا ماما. تفهمني. لا 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 لا، معقولة دي لو هنيتك بكلمة واحدة أنا أعمل فيها اللي ما يتعمل؟ طبعا. عن إذنك يا ماما. من ساعة ما جت من عند ابوها يا ست ام مصطفى وهي ماشية كويس. لازم ابوها بقى اداها كلمتين في العظم. ربنا يهديها وتمشي كده على طول. العيب دايما من الرجاله. لو كان سي كمال ابنك كسر شوكتها من اول يوم كانت مشيت على العجين ما لخبطتوش. وهي عندك دريه مرات مصطفى ابني تقدر تفتح عينيها فيا ولا تلوي رقبتها في وشي؟ ده انا كنت هقول ايه، اصل بنات الايام دي يا اختي ما يمشوش الا بالدغ. مش كلهم يا ست ام مصطفى. اصلهم بينسوا ان احنا خلفنا وكبرنا. بينسوا يا حبيبتي، وتيجي حته بنت مفعوصه في الاخر تتمريص علينا على اخر الزمن. الواحدة يا طن. اهلا اميره يا اختي يا حبيبتي. اهلا اهلا، تسلمي يا روحي. اتفضلي. ايه ده؟ اتفضلي دوقي الكحك ده مع القهوة، كل ده؟ يمكن يعجبك. ده عمايل ايديكي ده يا حبيبتي. ايوه يا اختي طنط، زي الفل ايوه زي الفل، شكله عجبك؟ يشرح القلب. ده كفايه شكله، وانت باين عليكي كمان نظيفه. انا مش بقولك من الصبح يا ام كمال ان مرات ابنك دي جوهره وايديها تتلف في حرير. متشكرة قوي يا طن. انت خارجة يا اميرة؟ علشان اجيب لك السمك المشوي اللي حضرتك طالباه. طيب يا بنتي. وهي خالتي ام مصطفى قاعدة معاكي تسليكي على بال ما ارجع. من عينيا. ويا ريت يا خالتي ام مصطفى تتغدي معانا النهارده. كان نفسي، ولو انك فتحتي نفسي على السمك المشوي، انما معلش يوم عوضك ان شاء الله، وتجيب لنا بقى حته عيل كده يفرح سته. تعيشي يا طنط ام مصطفى تعيشي، عن اذنكم. اذنك معاكي يا اختي بالسلامه. هي يا اختي متاخره على الخلفه كده ليه؟ من عارف يا ام مصطفى، ربنا ما قرتش لسه. ايه بقى ده اسمه كلام؟ دي داخله قبل مرات ابني ب5 اشهر. الله، مش تعرضوها على حكيم يا اختي؟ كمال ابني مسلمها لله. ايوه ما قلناش حاجه ونعم بالله، انما الحكايه دي ما يتسكتش عليها يا ام كمال. ولا اقول لك يا اختي تقدري تديني حاجه من قطرها؟ انا اخلي الشيخ عوض يشوف هي بتخلف ولا ما بتخلفش عشان تعرفوا بركم من بحركم. لا 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 لا، مش ضروري. ازاي مش ضروري؟ انا على راي المثل دي كلمه وقت من البيت رقاق، مش كده ولا ايه؟ كده. خليكي انت مستريحه، انا هقوم افتح الباب. انت هنا يا ماما؟ ايه مالك يا مصطفى مخضوض كده ليه يا ابني؟ انت هنا من امتى؟ من ساعتين. ليه في ايه؟ طب اتفضلي بقى شوف اللي حصل. ايه يا ابني اللي حصل؟ البيت بقى على البلاط. يا لهوي، لا اتسرقنا؟ يا ريت اتسرقنا. امال ايه؟ ادخل يا مصطفى ادخل، انت هتتكلم وانت واقف كده على الباب يا ابني؟ يرضيك يا ست ام كمال، يرضيك يا عمايل ماما مع درية مراتي. قول قبل ايه اللي حصل في البيت يا ابني؟ اخوات درية يا ستي جم خدوها وخدوا العفش معاهم. يا خبر. يلا في ستي. ايه ومين اللي قالك الكلام ده؟ الجيران هم اللي شافوهم وهم بيشيلوا العفش. ده انا لازم اروح لهم واسود عيشتهم. ايه هي وكاله من غير بواب؟ يا ماما عمايلك معاها ما ترضيش ربنا ابدا، ده انت سقيتيها المر. قول لي يا ابني، محدش من الجيران حاشهم قبل ما يشيلوا العفش؟ قالت لو حد حشني هحرق نفسي. يا لهوي. طب اسمعي يا مصطفى، هي يا ابني خلت البيت على البلاط على البلاط. انت بتدوري على البيت يا ماما، ما بتدوريش على راحة ابنك ابدا. كويس اللي حصل ده. بقى انا كنت يا ماما بتجوز عشان اريحك، تقوم انت تتعبيني وتشيليني الغلب ده كله؟ انت ايه كنت عاوزه منها ايه اكتر من الخدمه دي كلها؟ ايه
انت اللي ما سمعتش كلامي واتجوزت اللي انا كنت منقيها لك، رحت جبت اللي على كيفك، قايله لك من الاول دي مش بتاعت عيشه. امال ايه العيشه اللي انت عايزاها يا ماما؟ عاوزه عبده تلطشي فيها ليل نهار؟ هي مش بني ادمه زيك تمام؟ وهتعملوا ايه دلوقتي يا ابني؟ اسالي الست الكبيره، الست الكبيره اللي تسببت في ده كله. الله، وانا مالي بقى؟ يا تخليها تركبني يا تاخد عفشها وتمشي. اقول لك انا هريحك، انا هطفش من البلد بحالها. وده اسمه كلام يا ابني برضو؟ هعمل ايه بس يا ست ام كمال؟ اعمل ايه؟ انا عايش في مورستان ليل نهار. مورستان ليل ونهار؟ انت نسيت يا مصطفى ان انا امك ولا ايه؟ عايز ترميني يا مصطفى عشان خاطر مراتك؟